هنا يبدو صوت صافرة الإنذار خافتا أمام اعتياد الكثيرين المرور على قضبان السكك الحديدية غير مكترثين لاقتراب القطار. هكذا هو سلوكهم في التعامل مع أكثر وسائل النقل استخداما في بلادهم. وهذه هي النتيجة: مزلقانات السكك الحديدية في مصر باتت بوابات عبور إلى الموت. ومع كل حادث جديد تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاح هذه القطارات والمزلقانات المتهالكة. فين هو المزلقانات الإلكترونية اللي قالوا عليها؟ فين أمن الناس اللي ماشية؟ الكر مع العربيات، مع التروكسيكلات، مع التكاتك، مع البني آدمين، لازم يكون لهم مكان يمشوا فيه الناس. المفروض يبقى في كوبري مشاة، عربيات أو مشاة من فوق، ما يبقاش من تحت. ومع عجز ميزانية الدولة عن تمويل عملية تطوير هذا المرفق الاستراتيجي، فإن المنح الخارجية تمثل طوق النجاة لحكومة لطالما تباهت بامتلاكها ثاني أقدم خطوط للسكك الحديدية في العالم. الإمارات الشقيقة في الحقيقة تعهدت بتطوير هذه المزلقانات والمساهمة ماليا في أعمال التطوير. احنا عندنا 871 مزلقان. رغم هذه المخاطر يترقب المصريون إعادة تشغيل القطارات بين المحافظات بعد توقفها لأكثر من شهرين لدواع أمنية على خلفية الاضطرابات السياسية الراهنة. داخل قفص الاتهام يقف الإهمال متهما رئيسيا في حوادث القطارات التي حصدت أرواح كثير من الأبرياء، ما يؤكد أهمية التزام الدولة بوضع خطط استراتيجية لتطوير هذا المرفق الحيوي بدلا من التعامل مع هذه الحوادث بطريقة المسكنات. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.